النهاردة هنعمل مع بعض سمك بالزيت والليمون. عايزة اقول لكم الطعم والريحة تجنن وبجد وما اخدتش وقت، وما اعتقدش ان في اتنين يختلفوا على الاكلة دي. كل الناس بتحبها، وخصوصا يعني ان انت هتعمليها في البيت هتكون اوفر من بره بكتير. يعني لو اشتريتيه من بره ني بس كده هتدلعي جوزك والعيال وهتوفري. انا هنا عندي نوعين من السمك. انا عندي سمك بوري وسمك دنيس نضفته وملحته. وهنا الخلطة الاساسية اللي انا هتبل بيها السمك. الخطوة دي اللي هي بتتبلي بيها اي نوع سمك. كتبت لكم المكونات بتاعة تتبيلة السمك، بس مع مراعاة ان انا ما حطيتش ولا بقدونس ولا كزبرة. وهنا نزلت بالملح والكمون والكزبرة الناشفة والكاري والجنزبيل. طبعا في ناس هتقول ايه الخطوات دي، ايه البهارات دي؟ لا، لو اشتريتي توابل سمك جاهزة هتلاقي في المكونات من بره مكتوب عليها الكلام ده. ونزلت بالشطة والفلفل الاسود، وانا عندي هنا زيت. نزلت طبعا الخطوة الاساسية في التتبيلة ان انتي تنزلي بالزيت، وبعد كده هضربهم في الخلاط بالشكل ده. كده خلاص الخليط جاهز. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت فلفل سبايسي، فلفل حامي يعني، مع الفلفل الكوبي. يعني اللي مش حابب الحاجه تكون سبايسي بلاش، بس انا حطيت فلفل اخضر وفلفل احمر والفلفل الكوبي. بعد كده انا نزلت بالليمون على السمك علشان طبعا لازم الزفاره تروح، وبالفتحات اللي هي في السمك. هفضل اتبل في السمكة زي ما انتوا شايفين كده، زي كأني بعملها مساج. بتبلها تتبيلة حلوة كده زي ما انتوا شايفين من جوه ومن بره. ونفس الكلام هيبقى مع السمك البوري بعد ما نضفته ومن بره ومن جوه بالشكل ده. هجيب الخليط وادي السمكة التالتة برضو نفس الكلام، هتبلها من جوه ومن بره، وهدخلها التلاجة لمدة ساعة على الأقل، وياريت ما تنزلش عن ساعة، لأن السمك بالذات لو قعد أكتر من كده بينعم وطعمه ما بيبقاش حلو. كده أنا خلصت التتبيلة، هغطيها بكيس نايلون وادخلها التلاجة علشان التوم ما يكرفش ويخلي ريحة الأكل اللي في التلاجة كله توم. هنيجي في الخطوة اللي بعد كده. انا عندي هنا عدد 2 بطاطس، قطعتهم حلقات رفيعة، ولا سميكة ولا رفيعة قوي، متوسطة، وحطيتهم في مية. وبعد كده انا هنا عندي الفلفل الكوبي هنضفه بالشكل ده، وبعدين هقطعه طرنشات، والطماطم كمان. وهنا عندي 4 فصوص من الثوم هقطعهم بالشكل ده، وهنزل بيهم على الخليط اللي انا عملته علشان يتبلوا مع بعض. يعني انا مش عايزة الثوم يكون ناعم، عايزاه يكون متوسط. وهنا انا جبت البصل وقطعته بالشكل ده، وهنزل بيه في الخضار. وعندي ليمون، لازم الليمون ده بقى الخطوة الأساسية، لأن هو أساسا اسمه سمك بالزيت والليمون. وبعد كده أنا طلعت السمك من التلاجة، وعندي حزمة من البقدونس، ولو في كرفس يفضل، مفيش احنا ممكن نتصرف، البقدونس بيحل محله يعني. ونزلت بباقي تتبيلة التوم اللي أنا تبلت بيها السمك في الأول. هنا أنا حطيت كوبيبة صيني وكزبرة ناشفة وكمون وجنزبيل بودر، وهنزل بالفلفل الاسود وشوية زيت والملح، واقلب كل ده مع بعض.
طبعا لو موجود بهارات سمك يعني هيغني بقى على كل التوابل اللي انا حطيتها. مش موجود، اي حاجة موجودة. لو مش موجود كوبيبة صيني اي حاجة، احنا بنتصرف يعني. انا كده تبلت كل المكونات مع بعضها، البطاطس مع الخضار بالثوم بكل حاجة زي ما انتوا شايفين. ورصيت اول صينية اللي انا هعملها بالدنيس، ونزلت بالدنيس وهزينها كده بالليمون، وهحط من فوق الوش زيت. وهنا برضو الخطوة الأساسية اللي هي الكوبيبة الصيني. كنت مرة رحت أكلت يعني في مطعم، بس كان في دهب، وسألت الست اللي هي بتعمل الأكل، قلت لها ايه سر جمال أكلك؟ قالت لي اقولك على حاجة، والمعلومة دي هي يعني مش معلومة، مش سر حرب ولا حاجة، بس هي قالت لي عايزة الأكل يظبط معاكي حطي رشة كوبيبة صيني، وفي السمك بالذات بيوديه في حتة تانية خالص. وبأمانة أنا من ساعتها وأنا كل مرة باجي أعمل السمك أو أعمل أي حاجة سي فود أفتكر الست دي الله يمسيها بالخير، وفعلا الأكل بيطلع تحفة. أنا هنا حطيت نص كوباية مية، وغطيت بورق الزبدة وورق الفويل، وهدخله الفرن على درجة حرارة 200 والمدة في الرف اللي في النص، ومش هفتح عليه نهائي قبل ال45 دقيقة. ولازم تبقوا حضراتكم عارفين ان علشان البطاطس بتاخد وقت، فهي دوبك 45 دقيقة. تمام. دي كده الصينية التانية، انا دهنت الصينية زيت، وهنزل بباقي الخلطة اللي هي عبارة عن بطاطس والطماطم والبصل والفلفل. ونزلت هنا بالسمك البوري بعد ما تتبل طبعا زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بباقي الخلطة عليها، واحط قرنين فلفل حامي هيوديها في حتة تانية خالص. وادي نص كوباية المية، ده شيء اساسي، ورقتين لورا دي من التركات المهمة جدا، هتودي صينية البطاطس في حتة تانية خالص. وادي الكوبيبة الصيني، هحط رشة كده من فوق الوش زي ما انتوا شايفين، وفلفل اسود، والجنزبيل البودر، وبعد كده هحط الزيت من فوق الوش، وهغطي بورق الزبدة، وبعدين ورق الفويل، ونفس اللي انا عملته مع الصينية الاولانية هحطه برضو في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 مش اقل من 45 دقيقة. وهنا انا هعمل الرز الصيادية. نزلت في حلة على النار وحطيت زيت، وضربت بصلاية كبيرة، وسبت شوية بصل في الكبة، هزودهم شوية خل واحط شوية مية، وهسيبهم ازودهم على السلطة، بيودي السلطة في حتة تانية خالص. وطبعا الناس اللي مش بتحب البصل في السلطة، انصحكم تجربوا الخطوة دي، لان المية مع الخل بتضيع الطعم القوي بتاع البصل. واللي مش حابب كل واحد وراحته. هنا انا نزلت بالبهارات، ولازم تاخد تقليبة مع الزيت والبصل، هتوديها في حتة تانية خالص. وبعد كده هنزل بالمية المغلية شوية مش كتير، وبعد كده هكمل بقية المية وسيبها لحد ما تغلي. وبعد كده هنزل بالملح، وكل كوباية رز عليها معلقة صغيرة شاي ملح، مش هنكتر. انا كنت كتبت لكم المكونات بتاعة التتبيلة بتاعة الرز. ادي الكوبيبة الصيني، ولو مش متوفرة مفيش اي مشكلة. التركية الخطيرة في الموضوع القرفة سواء كانت بودر او عيدان، بتودي الرز في حتة تانية خالص، هتخلي كل حد ياكل من اكلك يقولك بجد تسلم ايديكي. انا غسلت الرز وبصفيه. الرز طبعا المصري كلنا عارفين ان هو ما بيتنقعش. انا غسلته وصفيته ونزلت بيه بالشكل ده، وهقلب بشويش، مع مراعاة ان الرز ما بيتقلبش نهائي غير في اخر مرحلة يتقلب بالشوكة قبل ما تيجي تغرفي. هنا كانت المية زيادة شوية، هشيل حوالي كبشة، مفيش اي مشكلة.
لسه الرز ما غلاش، يعني احنا في ايدينا نصلح كل حاجة، ولما يكون بالزيادة يكون افضل. زي ما انتوا شايفين كده خليت مستوى المية فوق الرز بحاجة بسيطة، وهقلب بشويش وبعد كده هغطي اسيبه لحد ما يتشرب، وبعدين اول ما يتشرب هفتح عليه واشوف الرز اخباره ايه. كده انا فتحت على الرز لسه باين ان هو ني. هجيب شوية الشوربة اللي انا شلتهم وانزل بيهم كده بالشكل ده، وارجع اغطي تاني وههدي النار خالص. كده الصينية الاولانية طالعة والله تحفة وريحتها تجنن. ده الرز بعد ما اتشرب. الرز يا جماعة مش بيتقلب نهائي، ممكن في الاخر خالص تقلبيه بشوكة. شايفين المنظر طالع مفلفل وطعمه وريحته تجنن. دي الصينية التانية اللي فيها البوري، طلعت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، والله ريحتها تجنن والطعم في حتة تانية خالص. بأمانة لازم تجربوها، سهلة وبسيطة، مش هقولكوا مش مكلفة، لا بس على الأقل هتشتريها أوفر من بره. لو اشتريتي السمك وعملتيه بالطريقة دي اوفر بكتير من ان انتي تشتريه جاهز. وديكوا شفتوا معايا في الفيديو المكونات كلها سهلة وبسيطة. ياريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وشكرا.